نعم يا عزيزي المشاهد، مثل ما شفت بعنوان الفيديو بالصورة المصغرة، إعادة إنتاج لأنمي ون بيس. الأنمي اللي استمر لأكثر من 25 سنة برسم سيء إلى حد ما في البداية، وبعدين تحسن الرسم، لكن هذا ظل سلبي كبير في الأنمي. راح يتم إعادة إنتاجه، والاستوديو اللي راح يعيد إنتاجه الاستوديو اللي تكفل بأول 3 أجزاء من أنمي أتاك أون تايتن. فكل هذا واكثر راح اتكلم عليه في هذا الفيديو، فخليك معنا وبتشوف الإثارة في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حسن في فيديو جديد على قناتي. مثل ما تكلمت في البداية، في هذا الفيديو راح نتكلم عن إعادة إنتاج أنمي ون بيس اللي صدرت قبل ساعات قليلة. فعلى الأرجح أنا معلوماتي غير كافية، لكن هذه الإعادة راح تكون من طرف نتفليكس باستوديو ويت، أو بالأحرى راح تنعرض بالنتفليكس، وراح يكون اسم هاي السلسلة ذا ون بيس. فكثير من سلبيات ون بيس راح تروح، واهم الرسم السيء، لانه هذا الاستوديو انتج عدة انميات تحفة فنية بالرسم، واهم انمي هجوم العمالقة وسباي اكس فاميلي تحفة فنية، وخصوصا المواسم الثلاثة الاولى من انمي هجوم العمالقة شفنا الفن بحد ذاته. فكل هذا واكثر راح نشوفه مع استوديو ويت. والسلبية الثانية هي تمطيط والفليرات والاحداث الزايدة. فأمر ما تبص المانجا وبخبرتي في انمي ون بيس، فالاقتباس راح يكون بطريقته الخاصة لاستوديو ويت. كل هذا بمناسبة الذكرى ال25 لأنمي ون بيس، ولم يتم تحديد موعد لعرضه، لكن سوف ينعرض قريبا. يا اودا ايش في، راح تنزل السلبيات وراح ينزل التمطيط. ون بيس راح هون خلاص، ون بيس راح يطير لعالم تاني من المتعة، صح يصير تحفة الفنية يلي ما فيها ولا سلبي. بيجي شخص بشوفها خلاص ما في ولا سلبي بالأنمي. وجاء هذا الكلام أيضا على لسان رئيس استوديو ويت إلى جميع محبي ون بيس حول العالم. يسعدنا أن نعلن أن استوديو ويت هو المنتج الرسمي الجديد لأنمي ون بيس، أو للمشروع الجديد في أنمي ون بيس. إلى المبدعين جميعهم، نحتاج مساعدتكم لإثارة حماس العالم مرة أخرى مع القصة الكلاسيكية كنز اليابان الون بيس. هل أنت مستعد للانضمام إلينا في هذه المغامرة الجديدة؟ نقوم حاليا بإضافة أعضاء جدد ونتطلع لمشاركتكم. فعلى الأغلب أنه طاقم العمل في هذا الاستوديو راح يكون مختلف تماما عن طاقم العمل السابق في استوديو توي أنيميشن. وبس والله هذا كان فيديو اليوم، ما تنسى لايك واشتراك ليوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن ويشوفوه كل الناس، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام.